السلام عليكم. في الفيديو اللي فات احنا شفنا ازاي نولد صور عن طريق جوجل ديكي مع جوجل نانو بنانا. المرة دي بقى هنشوف ازاي نولد صور عن طريق لانجراف. يبقى هنولد صور عن طريق لانجراف باستخدام نانو بنانا موديل. خلي بالك في الدوكيومنتيشن ده الاساس بتاعنا، ده اللي اشتغلنا عليه في الفيديو اللي فات وهنشتغل عليه في الفيديو ده. انا هنا بعمل كلاينت، دي البرومبت بتاعتي، بنادي على الموديل اللي هو نانو بنانا، ده الاسم بتاعه جيميناي 2.5 فلاش ايمج بريفيو، وببعت له البرومبت. ده في حالة لو أنا عايز أولد صورة بس، مش عايز أعدل في الصورة. بعد كده بستقبل الريسبونس. بعد كده بيكون عندي response.candidates.0.content.parts. بعدي على البارتس دي، يبقى for part in الكلام ده كله. لو هو تكست ممكن أكتب التكست أعمله print، لو كان صورة بسيب الصورة. تعالى بقى نشوف ازاي نستخدم الكلام ده جوه لانجراف. هاخد أنا الكود ده زي ما هو كده copy، ونشوف ازاي نعمله انتجريشن مع لانجراف. عملت له هنا paste. هاجي هنا واعمل imports اللي انا عايزها من langgraph، اللي هي state graph start end start node والend node. دي اول حاجه. بعد كده directory name images، ده اللي احط فيه الصور. يبقى الايمج دايركتوري عباره عن os.path.join. البيز دايركتوري اللي انا موجود جواه دلوقتي اللي هو langgraph، هعمل له join بايمجز دايركتوري. في الحاله دي هيعمل لي دايركتوري هنا، والسطر ده بيقول له يكارت الدايركتوري اللي هو مش موجود. طيب كده خلاص عرفت الدايركتوري اللي احط فيه الصور. تعالى بقى في اللانج جراف بعرف حاجه اسمها ستيت. كل نود في اللانج جراف بتكون شايفه الستيت دي. هعمل import، عندي هنا البرومبت والايمج باث والتكست. هشيل بقى البرومبت دي جبتها من اكزامبل، واعرف النود بتاعتي اللي هي generate نود. دي بتستقبل ايه؟ بتستقبل ستيت. يبقى كل الكلام ده جوه الفانكشن بيجنريت الايمج. هنشوف دلوقتي نعدل فيه ايه. اول حاجه البرومبت عباره عن state of prompt، لان الستيت عباره عن ديكشنري. هنا بقى جبت التكست والايمج عملت لها سيف وسميتها generated image. هاجي هنا واقول له دلوقتي image path عباره عن join الدايركتوري بتاعي اللي هو بتاع الايمجز و generated image.png، وفي الاخر هعمل return. بعمل return ايه؟ للستيت، الستيت اللي انا استقبلتها، وهعملها update الايمج باث بالايمج باث الجديده اللي هي دي. تعالى هنا هنعرف image path دي بتكون empty في الاول، وتكست out برضو عباره عن empty في الاول. وتعالى هنا هقول له text out عباره عن برضو text، شيل البراند دي. واجي هنا خلي بالك الستيت شايله تكست، بحاول دلوقتي ان التكست عباره عن تكست اوت. كده عملت ابديت للستيت. يبقى دي النود اللي انا هشتغل عليه. تعالى بقى نعرف الجراف. جراف بتساوي ستيت جراف، وبستقبل فيها جين ستيت. عندي هنا 3 نودز. الستارت دي الديفولت بتاعتي البدايه، بعد كده جنريت نود، بعد كده اند، ودي الايدجز اللي بتوصل بين النودز وبعضها. يبقى هزود نود اللي هي جنريت، دي عباره عن جنريت نود. بعد كده كاريت الايدجز جراف دوت اد ايدج ستارت جنريت، وبعد كده من جنريت لاند. دي سيمبل كيس، مجرد بس اعرف ازاي استخدم نانو بنانا مع لانجراف. هعرف بقى الاب عباره عن جراف دوت كومبايل. بعد كده هقول اوت عباره عن اب دوت invoke،
وهنا الانبوت عبارة عن dictionary. اقول له البرومبت garden with flowers at sunrise vivid colors. بعد كده اطبع التكست اللي جاي لي من الستيت وهطبع الايمج باث اللي جاي لي من الستيت. نعمل ران. كده المفروض عمل لي الصورة، عمل لي هنا images directory. هنا سيفتها على طول، المفروض كنت هحطها في الايمج باث. دي الصورة اللي عملها لي كده، عملها مظبوط. بس تعالى نشغل تاني، هشيل دي واشغل تاني كده. كده كاريت الصورة، ممتاز جدا، حلو قوي. طيب لعلك تتساءل ايه الفايدة؟ ما انا ممكن اكتب الفانكشن دي واشغلها على طول. ايه ميزة بقى ان انا احطها جوه ايجنتس او استخدمها جوه ايجنتس فريم ورك؟ الميزة بقى ان انت ممكن تعدل في البرومبت مثلا قبل ما تبعتها. دي اول حاجة، تخلي الموديل يعدل في البرومبت. تاني حاجة، انت ممكن تخلي الموديل نفسه هو اللي يكريت الايمجز. يعني تكتب له مثلا سيناريو معين وتقول له ولد لي ايمجز، وهو يبتدي بقى يكريت الايمجز زي ما انت عايز. ودي هنشوفها مرة تانية ان شاء الله ازاي نعمل قصة عن طريق الكلام ده. عشان نوضح الموضوع اكتر ممكن نزود هنا ايجنت زيادة بيعمل ريفاين البرومبت. يعني انت بتكتب له حاجة بسيطة، يكتب بروفيشنال برومبت، بعد كده يبعتها جنريت نود، بعد كده نوصل للاند. تعال نشوف الكلام ده ازاي نعمله. تعال عند الستيت، هزود حاجة اسمها refined prompts. دي عبارة عن string. أول حاجة هستقبل البرومبت عن طريق refined prompt node. البرومبت دي هتبعت لموديل تاني، وليكن مثلا جيميناي 2 فلاش. هتقول له مثلا ايه write the following prompts in cartoon style with blue and yellow colors، واكتب له البرومبت اللي اليوزر كتبها. بستقبل بعد كده الريسبونس، بجيب التكست. لو رجع لي refined هحطه جوه الستيت بتاعتي. دي أول حاجة. محتاج أعدل هنا بقى في الجنريت، هيستقبل هنا refined prompt اللي هي جايه من الستيت. ده الفرق اللي أنا هعمله، تمام؟ وأجي هنا بقى في الجراف هيكون عندي نود اسمها refine هنا مثلا refiner agent، وهنا refine prompt node. هشيل بقى الإيدجز دي أعدل فيها. هيبقى عندي هنا من الستارت refiner agent لجنريت لأند. تعالى بقى نشغل. كده عمل الصورة. الألوان طبعا اتغيرت منين؟ من ريفاينر ايجنت. المرة الجاية إن شاء الله هنشوف ازاي نعمل قصة عن طريق الايجنتس باستخدام نانو بنانا. أشوفكم الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.